عليكم، دايرين بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه مبروك الباك اللي جاب النقطه اللي كان باغي يخدم عليها، مبروك عليك. اللي ما توفقش انه يجيب النقطه اللي كان باغي ماشي مشكل. الاغلبيه ديال الناس الباك من بعد النتائج ديال الباك كيتصدموا، كيكونوا خدموا على نقطه طالعه وما كيجيبوش مزيان، كيجيبوش النقطه اللي كانوا متوقعينها. ولكن شكون عارف، فيها خير. ربي ما كيدير الحاجه اللي كتكون ان شاء الله فيها خير. دونك مبروك عليكم كاملين. واللي ما توفقوش يجيبوا النقطه اللي كانوا باغين، كاينين مدارس بزاف ومنهم اسبيس. دونك الا كنتي باغي تدفع اسبيت ولا في النيه ديالك تدفع اسبيت ولا دفعتي اسبيت، هاد الفيديو هذا خصك تكملو حتى الاخر، حيت غنعطيك فيه كاع المعلومات حول اسبيت. اي حاجه خصك تكون عارفه، يعني حوايج اللي ضروريين خصك تكون عارفهم على اسبيت عاد تدخل اسبيت. دونك اول حاجه نهضروا عليها هي شكون يقدر يدخل الاسبيت، شكون يقدر يدفع الاسبيت ويدخل ان شاء الله يا ربي. دونك باك 2025 وباك 2026. الحاجه اللي ما عارفينش بزاف منكم هي ان حتى الناس ديال باك ادب يقدروا يدخلوا الاسبيت. كاين تخصصات كيقبلوا الادبيين في اسبيت. دونك الا وهاد الحاجه ما عارفينهاش بزاف، مساكن صحاب الادب كيسمعوا اسبيت كيقولوا التمريض يعني خصك باك علمي، ولكن لا، راه كاينين تخصصات، كاين 4 ديال التخصصات ديال الناس الادبيين، وتخصصات صراحه اللي مزيانين. دونك كاع التخصصات في اسبيت مزيانين، وحتى ديال الادبيين مزيانين. اما العلميين راه يقدروا يدوزوا كاع التخصصات اللي بغاو. دونك كما قلنا باش تدخل اسبيت خص يكون عندك الباك ديالك عنده عامين، مازال جديد، عنده عامين. باك 2025 باك 2026، سواء كنتي باك ادب ولا باك علوم. ندوزو الحاجه الثانيه اللي خصكم تكونوا عارفينها ضروري حتى هي المده ديال القرايه. شحال كتقرا في هاد الاسبيت هادي؟ باش كتدخل الاسبيت شحال كتقرا؟ المده ديال القرايه هي في اسبيت عندنا 6 ديال لي سومستر. عندنا العام الاول فيه 2 سومستر، العام الثاني تا هو فيه 2 سومستر، ولا ديغنيير اني تا هي فيها 2 سومستر. يعني في المجموع عندنا 6 ديال سومستر، هي لي 3 سنين. 3 سنين كتقرا في اسبيت 3 سنين، كتشد واحد الدبلوم ديالك، كتشد لا ليسونس ديالك اللي كتكون بها مؤهل انك تخدم في ليطا، تخدم عند الدوله كممرض. دونك شحال كنقراو في اسبيت؟ كنقراو 3 سنين بالضبط. ومن بعد هاد 3 سنين واحد الحاجه، السيستم عند اسبيت عندهم سيستم ديال ال ام دي، اللي هي كتقرا 3 سنين، كتشد لا ليسون ديالك. بغيتي تخدم مرحبا، بغيتي تقرا تزيد تقرا الماستر مرحبا، بغيتي تخدم ومن بعد تدفع الماستر مرحبا. مهم ال ام دي يعني فيها ليسونس ماستر ودكتوراه. هادو 3 كاينين. في الاول ما كانش الدكتوراه، ولكن دابا زادوها. المهم ندوزو هادي حاجه ضروريه اللي بزاف ما عارفينهاش. كيتحاب لهم الا دخلتي اسبيس من حقك تقرا غير 3 سنين وتمشي تخدم. نو، تقدر تطور من راسك وتزيد تطور من راسك بالماستر وبالدكتوراه ديالك ان شاء الله. خص يكون عندك غير النقط خص باش تدخل اسبيس تدخل بالعقليه ديال انك ماشي غير تخدم كاين الناس اللي باغيين يخدموا ويبقى ديما خدامين في ديك الخدمه، وي، ولكن خصك تدخل واحد العقليه ديال انك تطور من راسك كل شويه، تطور من راسك، تزيد تطور وتطور من راسك. دونك فاش تدخل اسبيت خاصك تحاول الماكسيموم تعطي جهدك وتجيب النقاط من بروميير سيمستر. الا بقيتي العام الاول والعام الثاني غير تالف وما تبدلتيش راسك في ديك البلاصه، وصلتي حتى العام الثالث الاخير عام وبدا كيدخل معاك الصاد، وبغيتي يلاه بديتي كتفهم باللي راك ما جايبش النقاط مزيان وكلشي، راك غتكون ضيعتي لا ليسونس ديالك وغتجيبها بواحد النقطه اللي طايحه بزاف. دونك الا كنتي باغي تجيب لا ليسونس ديالك بنقطه اللي طالعه، ما عليك من النهار الاول تبدا القرايه من السمستر الاولى تبدا تجيب في النقاط باش ان شاء الله تقبل في الماستر ومن بعد تدوز تقبل في الدكتوراه ان شاء الله يا ربي. وبالنسبه للشروط اللي عندنا، ما صراحه اسبيت ما معقداش الامور ما معقداش الامور. يكون عندك غير الباك، يكون عندك الباك، يكون عندك باك فيزيك، سيونس مات، حتى الادبيين عندهم تخصصات. يعني باك يكون المهم يكون عندك الباك ديالك جديد، وباك 2025 و 2026 تقدر تدخل اسبيت ان شاء الله يا ربي. وكاين واحد المشكل اللي بزاف، شوف شديتي الباك تعلن الكونكور ديال اسبيت تبدا البريباراسيون. ما تبقاش تستنى واش تهز لا بري سيليكسيون ولا ما نتهزش. بزاف ديال الناس كيطيحوا في هذا الغلط، بقيتي كتستنى واش تهز ولا ما تهزش في هذا بري سيليكسيون، وفي الاخر تهز وتلقى راسك ما حافظ والو. هذا مشكل كبير.
وواحد الحاجة بزاف كتروج هي بعد العتبة، المشكل ديال العتبة، هاد العتبة هادي كدير مشكل بزاف، كاين بزاف ديال العتبات كيروجو بلي هاد التخصص كيقبل مثلا ب16، هاد التخصص كيقبل ب20، هاد التخصص كيقبل ب8، هاد التخصص كيقبل ب9. وي سي فري كاينه هاد الامور، ولكن باش تكون هاد الامور زعما تكون صحيحه، داك العتبه تكون صحيحه، خصك تسقسي شي واحد. مثلا انت بشحال دخلتي، يقول لك انا كان عندي مثلا في السوي، مثلا كان عندي 10 في السوي، ودخلت لهاد التخصص في هاد المدينه بالضبط، هاد الانسان تيقو. ولكن باش تجي انت، باش تجي ودير واحد لا ليست فيها لي سوي ولي سوي ديال اسبيت، حتى واحد ما عارفهم، حتى واحد ما عارفهم. دونك دير النيه ديالك ودفع التخصص اللي باغي، وبدا البريباراسيون قبل ما تهز لا بريسيليكسيون في الانتقاء، قبل ما تهز فيه لا بريسيليكسيون هي الانتقاء. كاين ناس بزاف ما يفهموهاش. المهم باش تكون الامور واضحه بيناتنا وصافي. دونك بدا البريباراسيون ديالك قبل ما تحطوا النقط ديال الانتقاء. و صافي صراحه هادشي اللي كاين. المشكل ديال العتبه هذا بزاف ديال الناس كيبقاو يخربقوا، كيعطيو العتبات من راسهم، وهذا راه مشكل كبير صراحه. والله الا مشكل كبير، ما خصش تبقى هاد القضيه، حيت العتبه حتى واحد ما عارفها. دونك تدير اللي عليك، خدم. ولكن راه كاين بزاف ديال العوامل كيأثروا على هاد العتبه. الا شفتوا لي فيديو ديالي اللي قبل هادي، كاين عطيتكم واحد التخصص. المهم الا شفتوا شي فيديوهات حطيتهم، عطيتكم لا ستوري تايم ديالي، عاودت لكم كيفاش انا قدرت ندخل ب ولا بلا موين جينيرال بين ديال الباك نقطه، المجموع ديال الباك جبت الباك ب11، وقدرت ندخل اسبيت واحد التخصص اللي مزيان بزاف. عاودت لكم لا ستوري تايم ديالي. كاين بعض الحوايج اللي كيأثروا على هاد العتبه هادي، بحال الا كنتي في المدينه الصغيره، هادو اللي كيدفع كيتز لا بريسيليكسيون كيدوز الكونكور. وبالنسبه كاين تخصصات عاوتاني كيهزوا بنقطه قليله. درت واحد لا فيديو قبل في لاشين ديالي غتلقاوه، كنهضر على واحد التخصص اللي كيهز ب8 في السوي، 8 في السوي ماشي في الباك. الا جبتي 8 في الباك ما غتنجحش اصلا. 8 في السوي هدرت على واحد التخصص هذا. المهم كاين بزاف ديال العوامل، شوفوا الفيديوهات ديالي اللي قبل تقدروا تستافدوا منهم ان شاء الله يا ربي، اللي هضرت فيهم على على النقط ديال العتبه وداكشي ديال الاسبيت. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي، والله يوفقكم كاملين. وما تيقوش اي واحد حط شي عتبه، ما تيقوش. ديروا توكلوا على الله، اول حاجه توكلوا على الله ودفعوا لداك التخصص، وفكروا بعقلكم قبل ما تدفعوا لاي تخصص. فكروا بعقلكم. وحاجه اخرى هي الانسان كيبغي يضمن بلاصتو في المدرسه وصافي، وكيبقى يدفع لاي تخصص. هذه حاجه مزيانه الانسان يبغي يضمن بلاصتو مثلا في المدرسه ديال التمريض وداكشي. ولكن قبل ما تدفع قرا على داك التخصص، قرا عليه شويه، وفهموا شويه. هذا الغلط داروا بزاف الناس، ومنهم انا درتو. انا فاش دفعت الاسبيت وداك التخصص اللي درت، ديجا هضرت على عاود ستوري تايم ديالي، تقدروا تمشيو تشوفوا الفيديو. ما كنت عارفه على والو على داك التخصص، حيت جايبه 11 في الباك، جايبه نقطه، ونقطه ما مزياناش، وما خدمت على اكثر منها وجبت 11 في الاخر. ومهم ما كنتش ماوله على هاد النقطه. في الاخر لقيت اسبيت قدامي، دفعت ليها، بغيت نضمن فيها بلاصتي، دفعت لواحد التخصص ما عارفه عليه والو. حتى بدينا القرايه في السيمستر الاول، عاد بديت كنتصدم. داكشي علاش كننصحكم بانكم تبداو القرايه من السيمستر الاول ان شاء الله يا ربي. وقبل ما تدفعوا لشي تخصص، قراو عليه غير شويه، زعما تقفوا عليه. لا ماشي زعما ما تدفعوا باش ما يعجبكم، الا ما عجبكمش ما تدفعوليش ليه ولا شي حاجه. بالعكس، مزيان تضمن بلاصتك في شي مدرسه اللي تكون متقونه. وبالنسبه للاسبيت راه ما فيهاش تقريبا، ما فيهاش الشوماج كاع، تقريبا الشوماج 0% تقريبا. دونك الا كنتي باغي تقرا دوز 3 سنين وتخدم، ما عليك غير باسبيت. وقبل ما تدخل السوميتر الاولى، فاش تقبلي ان شاء الله يا ربي، قرا شويه على التخصص ديالك وفهموا شويه وصافي. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي.